نبدأ صحافتنا العربية من الإمارات، حيث رصدت الصحف آخر تحضيرات الأبيض لمواجهة منتخب عمان. وعنونت صحيفة الاتحاد: الأبيض جاهز للتجربة الأخيرة أمام الأحمر العماني. وشهدت التدريبات الأخيرة اهتمام الجهاز الفني بقيادة باولو بينيتو بالجانب البدني، والأبيض مكتمل الصفوف للمرة الأولى في معسكر أبو ظبي، وذلك بعد انضمام 8 لاعبين من شباب الأهلي والشارقة. ويلعب المنتخب الإماراتي ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إيران وفلسطين وهونغ كونغ. إلى الصحف البحرينية والتي تابعت تحضيرات الأحمر البحريني لمواجهة استراليا، وذلك استعدادا لخوض غمار منافسات نهائيات كأس آسيا بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتسي، الذي أبدى تفاؤله بالمشاركة في البطولة الآسيوية، مؤكدا أن المنتخب البحريني يسير في الطريق الصحيح من خلال التطور يوما بعد يوم. وفي الجزائر فقد ركزت الصحف على استعدادات الخضر لأمم أفريقيا في النسخة 34، إعلان القائمة النهائية للمدرب جمال بن ماضي من أجل إرسالها إلى الكاف، ومبولحي يحدث هلعا بسبب الإصابة، ويوسف بلايلي يؤكد أنه سيعمل جاهدا للتألق في كأس أفريقيا ومحاولة التتويج باللقب الثالث، وسعيد جدا بعودته إلى المنتخب الجزائري مرة أخرى.